بمناسبة العيد هنخرج عن المألوف وهنعمل النهارده قهوة بستيك. بصوا يا جماعة، ده التوابل اللي احنا هنستخدمها النهارده، هنقدمها ليكم في خلال شهر 6. اللي هيعمل اوردر وهيطلب في اسبريسو ايجيبت ان هو عايز التوابل بتاعت ستيك هياخدها فور فري مع الاوردر بتاعه. وبعد كده هنسيبها بعد ما نضغط عليها كده بالايد نص ساعة. زيت زيتون بقى في الطاسة السخنة قوي دي، هنسيبها زي ما هي، مش هنيجي جنبها. ممكن ندوس عليها كده سنة. ما تخافوش في المرحلة دي، ما تخافوش خالص، خلوها تاخد تشويحة حلوة. هنسيب اللحمة على نفس الجنب لمدة 5 دقايق أو 4 دقايق. أنا بما إن أنا مش بحبها مستوية ويل دان، فأنا هسيبها 4 دقايق. بصوا يا جماعة، احنا كده بقالنا يعني 4 دقايق بالظبط. لو احنا مش بنستخدم ايرون كاست وهي طاسة مخصصة في توزيع الحرارة بشكل دقيق جدا، فافضل طريقة ان احنا نستخدمها عشان نطلع بناتج كويس ان احنا هنستخدم طاستين. بعد ما تاخد سيرنج او تشويحة على الجنب الاولاني، هنسخن طاسة تانية فيها زيت زيتون وهنحط عليها الجنب اللي لسه ما تسخنش. هننزل بقى بالزبدة، روزميري وتوم، وشرب بقى اللحمة براحتك خالص. التوم والروزميري والزبدة هيدي نكهة قوية جدا 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 للحمة. طبعا مجرد ما تحط الروزميري والثوم والزبده وتبدا كده تسيح، هتشموا ريحه خطيره خطيره خطيره. اول ما نحطها هنسيبها 10 دقايق. لازم اللحمه تريح عشان كل الجوسز اللي فيها ما تنزلش كده على الترابيزه او على الكاتنج بورد. فاول ما نطلعها هنسيبها 10 دقايق وهنرجع نقطعها. وتعالوا ندوق بقى طعم الستيك الخطير. وبعد ما نقطع الستيك نديها رشه ملح حلوه، وتعالوا ندوق. لازم تطلبوا ستيك كوفي سبايسز من اسبريسو ايجيبت. جربوها يا جماعه، تجربه مجانيه وفي نفس الوقت تجربه حلوه قوي هتعجبكم.